أهلا وسهلا بكم في صفحة عالم القطارات على الفيسبوك واليوتيوب وإنستجرام. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس والضغط على إعجاب بالفيديو، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا المواقيت والأثمنة ديال القطارات في المغرب اللي كاينين دابا من فاتح شهر نوفمبر 2021. وكما هو معلوم ففي كل عطلة ولا في كل مناسبة راه كيتزادوا ولا كيتنقصوا في الترانات. وحنا ان شاء الله فاش غيتبدلوا المواقيت ديال القطارات والاثمنه ديالهم غادي نديروا فيديو جديد ان شاء الله غادي نلوحوه هنا في القناه ديالنا على اليوتيوب. وهذا الفيديو راه طويل شويه بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على المحور اللي غيسافروا فيه، على المحطات اللي غيسافروا فيها والمواقيت ديال القطارات، راه يمكن لهم يشوفوا مباشره في صندوق الوصف اسفله ولا في التعاليق والدقيقه اللي متواجده فيهم المحطه اللي غيسافروا فيها والمحطه اللي كيقلبوا عليها، باش بلا ما يقلبوا يتفرجوا في الفيديو كامل يمكن لهم يشوفوا غير الدقيقه اللي باغيين هما ديك الساعه. راه كلشي كاين في التعاليق. اول خط غادي نبداو به اليوم هو الخط الرابط بين الدار البيضاء ومراكش، وهما قطارات الاطلس. هنا كما كنشوفوا كاين 12 قطار. رقم القطار الاول ولا الاسم ديال القطار الاول هو قطار تي ام طونجي مراكش. هذا القطار كيخرج من كازا فواياجور مع 6:15 ديال الصباح، كيكون في برشيد مع 56 دقيقه، كيكون في سطات مع 7:10 دقائق، في بن قرير مع 8:16 دقيقه، وكيوصل لمراكش مع 9 دقيقه. الاثمنه راهم اللي كاينين على باللون الاخضر على يمين الجدول. من كازا فواياجور لبرشيد ما بين 21 درهم حتى 26 درهم على حساب وقت القطار وعلى حساب الوقت فين لا تقطعوا فيه. ما بين كازا فواياجور وسطات ما بين 36 درهم حتى ل 43 درهم. ما بين كازا فواياجور وبن قرير ما بين 86 درهم حتى ل 104 دراهم. وما بين كازا فواياجور ومراكش ما بين 121 درهم حتى ل 146 درهم. بطبيعة الحال الأثمنة كتختلف، قلنا على حساب التوقيت ديال القطار وعلى حساب موعد الحج اللي حجزتو فيه. وهذا الشيء كيطبق على باقي القطارات. كما شفنا قطار تي ام يليه قطار رقم 104، ثم القطار 106، ثم القطار 110 112 116 118 120، القطار 122 124 128 الى القطار رقم 132. واخر قطار كيخرج من الدار البيضاء على الساعه 9:35 ليلا وكيوصل لمراكش مع منتصف الليل و14 دقيقه. بالنسبه للاثمنه راه كتختلف من قطار لاخر، راه واخا تكون نفس المسافه ولكن الوقت كيختلف. بحال من كازا فواياجور قلنا لبرشيد، الا ركبتي في القطار ديال الصباح ديال 7 قل قسمين ماشي بحال ركبتي في القطار ديال 5 العشيه. تقدر تقطع ب 21 درهم وتقدر تقطع ب 26 درهم، وهكذا. دابا غادي نشوفوا الاتجاه المعاكس ديال هاد القطارات ديال نفس الخط، اي من الانطلاق من مراكش الى الوصول الى الدار البيضاء المسافرين. اول قطار كينطلق من مراكش صباحا هو القطار رقم 600. هذا القطار كيخرج من مراكش على الساعه 4 صباحا و50 دقيقه، تيكون في بن قرير مع 5 صباحا و34 دقيقه، تيكون في سطات على الساعه 6 صباحا و38 دقيقه، في برشيد على الساعه 6 صباحا و58 دقيقه، وفي كازا فواياجور على الساعه 7 صباحا و28 دقيقه. الأثمنة من مراكش للمدن التالية: ما بين مراكش لبن قرير ما بين 40 حتى 49 درهم، ما بين مراكش لسطات ما بين 86 حتى 104 دراهم، ما بين مراكش لبرشيد ما بين 97 درهم حتى 117 درهم، ما بين مراكش لكازا فواياجور ما بين 121 درهم حتى 146 درهم كما شرحنا سابقا. وهذا الشيء كينطبق على باقي القطارات الاخرى رقم 602 606 610 614 الى غايه القطار الاخير الذي كيخرج من مراكش، وهو القطار الاسم ام تي مراكش طونجي. كيخرج من مراكش هذا كيمشي حتى لطنجة، كيخرج من مراكش على الساعه 9 ليلا، كيكون في كازا فواياجور على الساعه 11 ليلا و 42 دقيقه، 12 الا ربع ديال الليل.
دابا غادي نشوفوا الخط الموالي هو ما بين الدار البيضاء الى فاس، علامه القطارات الاطلس. هذا الخط غالبا القطارات ديالو يا اما كيجيو من مراكش وكيوقفوا في كازا فواياجور وكيكملوا الطريق ديالهم حتى لفاس، يا اما كيكونوا عباره عن قطارات سريعه كتنطلق من محطه كازا فواياجور كتوصل لفاس. عدد القطارات اللي كيسيروا على هذا الخط هو 18 قطار، وانا هنا كتبت 9 في هذا الجدول و9 في الجدول اللي وراه. اول قطار هو القطار رقم 101 كيخرج من كازا فواياجور مع الساعه 5 صباحا و40 دقيقه، كيكون في محطه الرباط اكدال على الساعه 6 صباحا و29 دقيقه، كيكون في محطه القنيطره على الساعه 7 صباحا و5 دقائق، ثم محطه سيدي قاسم على الساعه 7 صباحا و54 دقيقه، محطه مكناس على الساعه 8 صباحا و44 دقيقه، ثم يصل الى محطه فاس على الساعه 9 صباحا و21 دقيقه. بالنسبه للاثمنه، من كازا فواياجور للرباط اكدال 40 درهم، ما بين كازا فواياجور والقنيطره 55 درهم، ما بين كازا فواياجور وسيدي قاسم 85 درهم، ما بين كازا فواياجور ومكناس 95 درهم حتى 114 درهم، وما بين كازا فواياجور وفاس من 115 درهم الى 138 درهم. وبطبيعه الحال راه يمكن لكم تستافدوا من العروض ديال 49 درهم كما شرحنا ذلك في فيديوهات سابقه. وهذه تتمة باقي القطارات 9 الاخرين اللي كيمشيو من كازا فواياجور لفاس، ابتداء من القطار رقم 614 الى اخر قطار كيخرج من كازا فواياجور على الساعه 10:15 ليلا، وكيوصل لمحطه فاس على الساعه تقريبا الثانيه بعد منتصف الليل، هو القطار رقم 139. وهذو القطارات في اتجاه المعاكس، اي الانطلاق من فاس والوصول الى محطه الدار البيضاء للمسافرين. هنا كما كتشوفوا 18 قطار، ربما ما غاديش يكونوا باينين مع الجدول، هادشي غادي نقسم الجدول على جوج، غندير كل 9 قطارات في الجدول ان شاء الله كيبانوا لكم مزيان. اول قطار كيخرج من مدينه فاس هو القطار رقم 507، كيخرج على الساعه 2:50 من مدينه فاس، كيكون في مدينه مكناس على الساعه 3 صباحا و25 دقيقه، محطه سيدي قاسم على الساعه 4 صباحا و14 دقيقه، كيكون في محطه القنيطره على الساعه 5 صباحا و11 دقيقه، محطه الرباط اكدال 5 صباحا و52 دقيقه، وكيوصل محطه الدار البيضاء المسافرين على الساعه 6 صباحا و50 دقيقه. بالنسبه للاثمنه، من محطه فاس الى محطه مكناس ما بين 25 حتى 30 درهم، ما بين محطه فاس حتى محطه سيدي قاسم ما بين 44 حتى 53 درهم، ما بين محطه فاس حتى محطه القنيطره ما بين 75 حتى 90 درهم، ما بين محطة فاس حتى محطة الرباط أكدال ما بين 85 حتى 102 درهم، ما بين محطة فاس حتى محطة الدار البيضاء المسافرين ما بين 115 درهم حتى 138 درهم، كما شرحنا ذلك سابقا على حساب اختلاف توقيت القطار. وهكذا على جميع القطارات وصولا إلى آخر قطار كيخرج من مدينة فاس وهو القطار رقم 204، اللي كينطلق من مدينة فاس على الساعة 7 مساء و40 دقيقة، كيكون في مدينة مكناس على الساعة 8 مساء و15 دقيقة، محطة سيدي قاسم كيكون فيها على الساعة 9 ليلا، محطة القرنيطرة على الساعة تقريبا الساعة 10 ليلا، محطة الرباط أكدال كيكون على الساعة 10 ليلا و35 دقيقة، وصولا إلى محطة الدار البيضاء المسافرين اللي كيوصل لها تقريبا على الساعة 11:30 ليلا. نمر الآن إلى خط فاس وجدة الناظور في الجهة الشرقية. هنا كما كتشوفوا كاينين 4 القطارات كينطلقوا من مدينة فاس في اتجاه مدينة وجدة، اللي هما قطار MA، قطار رقم 101، قطار رقم 301 والقطار رقم 303، وقطارين كيتوجهوا من مدينة فاس لمدينة الناظور، هما القطار رقم 139 والقطار رقم 103. هاد القطارات بستة كيمشيو في نفس الاتجاه حتى كيوصلوا لمحطة تاوريس، عاد كينقسموا، كاين القطار ديال وجدة كيكمل طريقه ما بين تاوريس وجدة، والقطار متوجه للناظور كيدور من مدينة تاوريس كيدور شمالا باش يتوجه لمدينة الناظور.
اول قطار كينطلق من مدينه فاس هو القطار الاسم ديالو ام مراكش الجيري. هذه تسميه قديمه فاش كان القطار كيكون مغاربي. هذا القطار كيخرج من مدينه فاس على الساعه الواحدة ليلا و40 دقيقه، كيكون في محطه تازا على الساعه الثالثة ليلا و56 دقيقه، محطه تاورير الساعه الخامسة صباحا و31 دقيقه، وكيكمل طريقه لمدينه وجده وكيكون فيها على الساعه السابعة صباحا و10 دقائق. بالنسبة للأثمنة، من محطة فاس لمحطة تازا 39 درهم، من محطة فاس لمحطة تاوريرت 71 درهم، من محطة فاس إلى محطة وجدة 105 دراهم. دابا نشوفوا القطار الذي يليه، هو القطار رقم 139، وهو قطار كيتوجه من مدينة فاس إلى مدينة الناظور. كيخرج من مدينة فاس على الساعة الثانية ليلا و28 دقيقة، كيكون في محطة تازا على الساعة الرابعة صباحا و34 دقيقة، محطة تاوريرت على الساعة السادسة صباحا و21 دقيقة، وكيدور باش يكمل طريقه لمحطة الناظور على الساعة الثامنة صباحا و11 دقيقة. بالنسبة للأثمنة، ما بين فاس لتازا كما شفنا سابقا 39 درهم، ما بين فاس تاوريرت 71 درهم، ما بين فاس الناظور 94 درهم. قطارات الإياب من مدينة الناظور ووجدة في اتجاه مدينة فاس. القطار الأول اللي كيخرج من مدينة الناظور هو القطار رقم 503، كيخرج على الساعة التاسعة صباحا و 36 دقيقة، كيكون في تاوريرت على الساعة 11 و 8 دقائق، في محطة تازا على الساعة الواحدة بعد الزوال و 16 دقيقة، وفي محطة فاس على الساعة الثالثة و 40 دقيقة. القطار الثاني اللي كيخرج من مدينة الناظور في اتجاه مدينة فاس قطار رقم 507، كيخرج من الناظور على الساعة الثامنة ليلا و 26 دقيقة، وكيوصل لمدينة فاس على الساعة الثانية بعد منتصف الليل و 20 دقيقة. بالنسبة للأثمنة، ما بين الناظور وفاس، ما بين الناظور وتاوريرت 20 درهم، ما بين الناظور وتازا 65 درهم، وما بين الناظور وفاس 94 درهم. فيما يخص القطارات التي تنطلق من مدينة وجدة في اتجاه مدينة فاس، كاينين 4 القطارات. القطار الأول هو القطار رقم 202، كينطلق من مدينة وجدة على الساعة السابعة صباحا و50 دقيقة، كيكون في محطة تاوريرت على الساعة التاسعة صباحا و34 دقيقة، في محطة تازا كيكون فيها على الساعة 11 و13 دقيقة، وكيوصل لمحطة فاس على الساعة الواحدة بعد الزوال و25 دقيقة. وكيليه 3 القطارات الآخرين. إلى القطار الأخير اللي كيخرج من مدينة وجدة هو القطار رقم AM، اللي كيخرج من مدينة وجدة على الساعة 9:35 ليلا، وكيوصل لفاس على الساعة 3 صباحا و7 دقائق. بالنسبة للأثمنة، ما بين محطة وجدة لمحطة تاوريرت 38 درهم، ما بين محطة وجدة لمحطة تازا 71 درهم، وما بين محطة وجدة لمحطة فاس 105 درهم. نمر الآن إلى خط طنجة القنيطرة الرباط الدار البيضاء، وهو خط فائق السرعة على متن قطارات البراق. أول قطار كيخرج من مدينة طنجة هو القطار رقم 2001، كيخرج من مدينة طنجة على الساعة 6 صباحا، كيكون في محطة القنيطرة على الساعة 6 صباحا و50 دقيقة، كيكون في محطة الرباط أكدال على الساعة 7 صباحا و20 دقيقة، في محطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 8 صباحا و10 دقائق. تقريبا كل ساعة دران، إلى وصول إلى آخر قطار اللي هو القطار رقم 2057، اللي كيخرج من مدينة طنجة على الساعة 8 ليلا، كيوصل للقنيطرة على الساعة 8 ليلا و50 دقيقة. محطة رباط أكدال كيكون فيها على الساعة 9 ليلا و20 دقيقة، وصولا إلى محطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 10 ليلا و10 دقائق. بالنسبة للأثمنة، من محطة طنجة إلى محطة القنيطرة 139 درهم، من محطة طنجة إلى محطة الرباط أكدال 172 درهم، من محطة طنجة إلى محطة الدار البيضاء المسافرين 224 درهم. قطارات الإياب من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة طنجة على متن قطارات البراق هما نفس مواقيت قطارات الذهاب. أول قطار كيخرج من الدار البيضاء المسافرين هو القطار رقم 1001، كيخرج على الساعة 6 صباحا، كيكون في محطة رباط أكدال
على الساعة 6:45. محطة القنيطرة على الساعة 7 صباحا و17 دقيقة. وكيوصل لمحطة طنجة على الساعة 8 صباحا و10 دقائق. تقريبا كل ساعة قطار باستثناء الساعة 12 زوالا، وصولا إلى آخر قطار وهو القطار رقم 1057 اللي كيخرج من محطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 8 ليلا، وكيوصل لمحطة طنجة على الساعة 10:10. بالنسبة للأثمنة، ما بين محطة الدار البيضاء المسافرين إلى محطة الرباط أكدال علامات البراق 50 درهم. ما بين محطة الدار البيضاء المسافرين إلى محطة القنيطرة علامات البراق 80 درهم. ما بين محطة الدار البيضاء المسافرين وصولا إلى محطة طنجة 224 درهم. نمر الآن إلى الخط الكلاسيكي، خط طنجة فاس وجدة علامات من قطارات الأطلس. الخط العادي كاينين قطارين كيوصلوا لحد مدينة فاس وكيحبسوا، وقطارين آخرين كيكملوا حتى لمدينة وجدة. أول قطار كيخرج من مدينة طنجة في اتجاه مدينة فاس وجدة هو القطار رقم 301، كيخرج من مدينة طنجة على الساعة 7 صباحا و40 دقيقة. كيوصل لمحطة أصيلة على الساعة 8 صباحا و15 دقيقة. محطة القصر الكبير على الساعة 9 صباحا ودقيقتين. محطة مشرع بالقصيري على الساعة 9 صباحا و50 دقيقة. محطة سيدي قاسم 10 صباحا و27 دقيقة. محطة مكناس على الساعة 11 صباحا و16 دقيقة. محطة فاس 11 صباحا و53 دقيقة. يصل إلى محطة تازة الساعة 3 بعد الزوال و6 دقائق، ثم تاوريرس على الساعة 4 زوالا و55 دقيقة، ثم إلى مدينة وجة على الساعة 6 مساء و35 دقيقة. يليه القطار رقم 303، قطار حتى هو كيكمل مدينة وجة، كيخرج من مدينة طنجة على الساعة 11 صباحا و35 دقيقة. كيكون في مدينة فاس على الساعة 3 زوالا و48 دقيقة، وكيكمل مدينة وجة، كيوصل مدينة وجة للساعة 10 ليلا و12 دقيقة. بالنسبة للقطارين اللي بقاو، القطار رقم 305 ولا القطار رقم 307 هادو حدهم فاس. القطار رقم 305 كيخرج من مدينة طنجة على الساعة 2 زوالا و30 دقيقة، وكيوصل لمحطة فاس على الساعة 6 مساء و48 دقيقة. ثم القطار رقم 307 اللي كيخرج من مدينة طنجة على الساعة 7 مساء و5 دقائق، وكيوصل لمدينة فاس على الساعة 11 ليلا و39 دقيقة. فيما يخص الأثمنة، من مدينة طنجة إلى مدينة أصيلة 17 درهم. من مدينة طنجة لمدينة القصر الكبير 40 درهم. من مدينة طنجة إلى محطة مشرع بالقصيري 57 درهم. من محطة طنجة إلى محطة سيدي قاسم 72 درهم. من محطة طنجة إلى محطة مكناس 90 درهم. من محطة طنجة إلى محطة فاس 110 درهم. من محطة طنجة إلى محطة تازة 134 درهم. من محطة طنجة إلى محطة تاوريرت 170 درهم. ثم من محطة طنجة إلى محطة وجدة 200 درهم. قطارات الإياب من مدينة فاس في اتجاه مدينة طنجة كاينين 4 القطارات، كاين اللي جاي من وجدة وكاين اللي كينطلق من مدينة فاس مباشرة إلى مدينة وجدة. القطار الأول هو القطار رقم 180 اللي كينطلق من محطة فاس على الساعة 7 صباحا، كيكون في محطة مكناس على الساعة 7 صباحا و34 دقيقة. محطة سيدي قاسم الساعة 8 صباحا و24 دقيقة. محطة القصر الكبير على الساعة 9 صباحا و58 دقيقة. ثم محطة أصيلة على الساعة 10 صباحا و47 دقيقة، وصولا إلى محطة طنجة على الساعة 11 صباحا و25 دقيقة. يليه القطار رقم 501 اللي كينطلق من مدينة فاس على الساعة 11 صباحا و15 دقيقة، وكيوصل مدينة طنجة على الساعة 3 بعد الزوال و45 دقيقة. ثم القطار رقم 202 اللي كينطلق من مدينة فاس على الساعة 2 زوالا. ثم القطار الأخير هو القطار رقم 15206 اللي كينطلق من مدينة فاس على الساعة 6 زوالا، وكيوصل لمدينة طنجة على الساعة 10 ليلا و45 دقيقة. بالنسبة للأثمنة، من مدينة فاس إلى محطة مكناس 17 درهم. من محطة فاس إلى محطة سيدي قاسم 40 درهم.
من محطة فاس إلى محطة القصر الكبير 57 درهم. من محطة فاس إلى محطة أصيلة 72 درهم. ومن محطة فاس إلى محطة طنجة 90 درهم. نمر الآن إلى الخط الموالي، هو خط الدار البيضاء الجديدة، وهو الخط الذي تؤمنه القطارات المكوكية السريعة. أول قطار كيخرج من مدينة الدار البيضاء كيخرج من محطة الدار البيضاء الميناء، ولكن أنا درت محطة الدار البيضاء المسافرين، اكتفيت بمحطة الدار البيضاء المسافرين. أول قطار كيخرج من محطة الدار البيضاء المسافرين هو القطار رقم 803، كيخرج على الساعة 8 صباحا و44 دقيقة، كيكون في محطة أزمور على الساعة 9 صباحا 52 دقيقة، ثم يصل إلى محطة الجديدة على الساعة 10 صباحا و10 دقائق. يليه القطار رقم 805 اللي كينطلق من محطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 10 صباحا و44 دقيقة، كيكون في محطة أزمور على الساعة 11 و47 دقيقة، ثم يصل إلى محطة الجديدة على الساعة 12 زوالا و5 دقائق، وهكذا إلى أن نصل إلى القطار الأخير وهو القطار رقم 817 اللي كيخرج من مدينة محطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 8 ليلا و44 دقيقة، كيكون في محطة أزمور على الساعة 9 ليلا و47 دقيقة، ثم يصل إلى محطة الجديدة على الساعة 10 ليلا و5 دقائق. بالنسبة للأثمنة، من محطة الدار البيضاء المسافرين إلى محطة أزمور 33 درهم. من محطة الدار البيضاء المسافرين إلى محطة الجديدة 37 درهم. بالنسبة لقطارات الإياب من مدينة الجديدة في اتجاه مدينة الدار البيضاء، كاينين 8 القطارات. القطار الأول اللي كيخرج من مدينة الجديدة هو القطار رقم 802، كيخرج من مدينة الجديدة على الساعة 6 صباحا و30 دقيقة. بالمناسبة هذا القطار ما كيكونش يوم الأحد وأيام العطل. كيوصل مدينة أزمور على الساعة 6 صباحا و42 دقيقة، ثم يصل إلى محطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 7 صباحا و51 دقيقة. يليه القطار رقم 806، كيخرج من محطة الجديدة على الساعة 8 صباحا و35 دقيقة، كيوصل مدينة أزمور على الساعة 8 صباحا و47 دقيقة، ثم يصل إلى محطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 10 صباحا ودقيقة. وهكذا إلى أن نصل إلى القطار الأخير وهو القطار رقم 818 اللي كيخرج من المدينة الجديدة على الساعة 8 ليلا و35 دقيقة، كيكون في محطة أزمور على الساعة 8 ليلا و47 دقيقة، ويصل إلى محطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 10 ليلا ودقيقة واحدة. بالنسبة للأثمنة، من محطة الجديدة إلى محطة أزمور 16 درهم، ومن محطة الجديدة إلى محطة الدار البيضاء المسافرين 37 درهم. نمر الآن إلى خط الدار البيضاء خريبكة. هذا الخط الذي تؤمنه 3 قطارات فقط من نوع قطارات الأطلس. أول قطار كيخرج من مدينة الدار البيضاء محطة الدار البيضاء المسافرين هو القطار رقم 901، كيخرج من محطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 8 و10 دقائق، كيكون في مدينة برشيد على الساعة 8 صباحا و48 دقيقة، يصل إلى محطة سيدي حجاج على الساعة 9 صباحا و59 دقيقة، وصولا إلى محطة خريبكة على الساعة 10 صباحا و43 دقيقة. يليه القطار رقم 903 اللي كيخرج من محطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 1 زوالا و10 دقائق، ويصل إلى مدينة خريبكة على الساعة 3 زوالا و42 دقيقة. ثم أخيرا القطار رقم 905 اللي كيخرج من محطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 7 مساء و10 دقائق، ويصل إلى مدينة خريبكة على الساعة 9 ليلا و51 دقيقة. بالنسبة للأثمنة، من محطة الدار البيضاء المسافرين إلى محطة برشيد على متن القطار الأطلسي للخريبكة 21 درهم. ما بين محطة الدار البيضاء المسافرين إلى محطة سيدي حجاج 28 درهم. ومن محطة الدار البيضاء المسافرين إلى محطة خريبكة 37 درهم. بالنسبة لقطارات الإياب من مدينة خريبكة لمدينة الدار البيضاء، كاينين 3 قطارات أيضا. أول قطار كيخرج من محطة خريبكة على الساعة 7 و35 دقيقة وهو القطار رقم 900، كيكون في محطة سيدي حجاج على الساعة 8 صباحا و16 دقيقة، كيوصل محطة برشيد على الساعة 9 صباحا و33 دقيقة، ثم وصولا إلى محطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 10 صباحا و18 دقيقة.
يليه القطار رقم 902 اللي كيخرج من مدينة خريبكا على الساعة 11 صباحا و30 دقيقة وكيوصل لمحطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 2 زوالا و17 دقيقة. ثم أخيرا القطار رقم 904 اللي كيخرج من مدينة خريبكا على الساعة 6 مساء و15 دقيقة وكيوصل لمدينة الدار البيضاء على الساعة 8 مساء و55 دقيقة. بالنسبة للأثمنة من مدينة خريبكا إلى مدينة سيدي حجاج كنلقاو 16 درهم، من محطة خريبكا لمحطة برشيد 27 درهم، ومن محطة خريبكا لمحطة الدار البيضاء المسافرين 37 درهم. نمر الآن إلى خط بن قرير آسفي. هذا الخط الذي تؤمنه قطارين فقط من نوع قطارات الأطلس. القطار الأول هو القطار رقم 701 اللي كيخرج من مدينة بن قرير على الساعة 11 صباحا و55 دقيقة، كيكون في مدينة اليوسفية على الساعة 12 زوالا و43 دقيقة، ثم يصل إلى مدينة آسفي على الساعة 2 بعد الزوال. يليه القطار رقم 703 اللي كيخرج من مدينة بن قرير على الساعة 7 مساء و55 دقيقة، يصل إلى مدينة اليوسفية على الساعة 8 ليلا و40 دقيقة، ثم يصل إلى مدينة آسفي على الساعة 9 ليلا و57 دقيقة. بالنسبة للأثمنة من مدينة بن قرير إلى مدينة اليوسفية 16 درهم، من مدينة بن قرير إلى مدينة آسفي 37 درهم. بالنسبة لقطارات العودة من مدينة آسفي إلى مدينة بن قرير كنلقاو قطارين أيضا. القطار الأول اللي كيخرج من مدينة آسفي هو القطار رقم 700 اللي كيخرج من محطة آسفي على الساعة 8 صباحا و15 دقيقة، كيكون في محطة اليوسفية على الساعة 9 صباحا و29 دقيقة، ثم يصل إلى محطة بن قرير على الساعة 10 صباحا و15 دقيقة. القطار الذي يليه هو القطار رقم 702 كينطلق من محطة آسفي على الساعة 4 زوالا و10 دقائق، يصل إلى مدينة اليوسفية على الساعة 5 زوالا و26 دقيقة، ثم يصل إلى مدينة بن قرير على الساعة 6 مساء و12 دقيقة. بالنسبة للأثمنة من محطة آسفي إلى محطة اليوسفية 23 درهم، من محطة آسفي إلى محطة بن قرير 37 درهم. نكتفي اليوم بهذا القدر إلى غاية فيديو جديد إن شاء الله. وفي حالة عندكم شي أسئلة ولا شي استفسارات نرجو إرسالها يا إما هنا على قناة اليوتيوب أو لا في الصفحة على الفيسبوك، ونحن رهن الخدمة إن شاء الله، وشكرا لكم.